الله وبركاته. كل متابعين وكل متابعين صفحة يومياتي في مزرعتك بالنسبة للفيسبوك، أو تابعونا على اليوتيوب في صفحة الإسلام المتميز للأرانب والأعلاف. الحلقة النهاردة مطلوب فيها حاجات كتير، وإحنا النهاردة هنبتدي بالأكل، وبعد كده تابعوا معانا الحلقة للآخر عشان برضه هنعلمكم حاجات كتير، لأن مطلوب معايا من ناس كتير اللي عايزة تعرف حاجات كتير في مستويات الأرنب مع بعض. كل ام لها وجبات معينه، كل ام لها وجبات معينه. ويا ريت كده تصلوا على النبي وتعملوا لايك على الفيديو وشيروا الفيديو يا جماعه عشان غيركم عايزين يستفيد. طبعا كل ام لها وجبات معينه، كل ام لها نسبه غذاء، كل الامهات مش زي بعض. هنبتدي باول ام. طبعا الام ديت فاضل لها 3 ايام وتولد. بنحط لها كوبايه، الكوبايه ديت في قيمه 200 جرام، 200 جرام. ودي ام والده لسه والده، فاهم؟ اهي لسه والده، بتبقى تقيله شويه في الاكل، يعني ممكن ما تخلصش الوجبه بتاعتها على طول، يعني كفايه عليها لغايه ما تقعد يومين 3 كده هتلاقيها شدت الاكل لوحدها. فدي بتحط لها 250 جرام. تمام. وفي ام تانية اهي، اهي والوالده 250 جرام. طبعا الام دي فاضيه تاكل لها 150 جرام، وان كلتهم يبقى عسل قوي. طبعا يا جماعه الام ديت اهو خلفتها عمر 10 ايام، اهو 10 ايام بحط لها 300 جرام، 300 جرام يا جماعه. اهو كوبايه ونص، كوبايتك 200 جرام تحط كوبايه ونص كده قفلت ال 300 جرام. بالنسبه للاطفال اللي لسه مفتومه دي على الهوا اهوت يا جماعه، دي بنحط لكل ارنب لسه مفتوم النهارده بنحط له 30 جرام، يعني ما تملاش العلاف. طيب بالنسبه للمفطومين من حوالي اسبوع ونص او اسبوعين بتحط لكل ارنب فيهم 80 جرام، 80 جرام يا جماعه. ودول كبار يا جماعه، اللي هو خلاص قرب يتباع. انتوا شايفين كده اهو، كيلو ونص، 2 كيلو ونص. دي بتفتح له اكل. يعني ازاي بنفتح له اكل؟ الارنب ده ما دام هيتباع لحم يبقى ما ينفعش يجوع. اهو دي كده اليوم بيومين، اما يوصل الكيلو ونص كده اليوم بيومين. شايفين يا جماعه؟ اهو الارنب هيتهرب على الاكل اهو يا جماعه. بنجوع ساعه ونبدا نشد له تاني في الاكل عشان التحويل يثبت معاك. طيب في حاجه كمان يا جماعه بالنسبه بقى للذكور. الذكور انا بحط لكل واحد فيهم 200 جرام، 200 جرام يا جماعه. بالنسبه للذكور بحط لكل واحد 200 جرام. في ناس بتحط 150، بس انا عندي الذكورات منهم شغالين وشغل مزارع بنحط له 200 جرام، لان بيبقى في شغل على طول وفي تلقيح، وعندنا الشغل دايم فلازما. طيب لو نتايه بكر صغيره ولسه سايبها زي دي مثلا، دي بنحط لها 150 جرام اهوت يا جماعه، 150 جرام. طبعا يا جماعه لو الام مفوضه اكل ما تحطلهاش اكل، ان حطت لها حط لها شويه، والمستحسن يعني لو هي مفوضه اكل كتير مستحسن ما تحطلهاش اليوم ده خالص. خلي الارنب دايما مخلص طاقته اول باول، يعني ما ينفعش تحط اكل على اكل عشان الارنب ما يتكتمش معاك ويمنعنك الاكل خالص. طبعا هنخش بقى على الحاجه التانيه. الحاجه التانيه يا جماعه اللي هي الحاجه التانيه. طبعا يا جماعه الحاجه التانيه ديت انك عندك امهات عندها خلفه، لازما قبل ما تخشش الام ترضع وبعد الرضاعه تفتح الصندوق تشوف الخلفه رضعت ولا لا. اهو اهات يا جماعه، لازما تتاكد ان الخلفه كلها رضعه، لازما. اهم حاجه صغير وكبير،
صغير وكبير يا جماعه. شايفين يا جماعه؟ شايفين الرضاعه؟ دي الرضاعه وبالعلف، وهي نسبه العلف اللي بقول لكم عليها دي هي اللي شغاله معانا، وهي دي اللي بنتعامل بيها. طبعا في ناس كتير بيجي لها اسئله عن كده، انا باكل 100 جرام وباكل مش عارف 150 جرام الارنب الوالد، والارنب ما بترضعش معايا. طبعا لو انت بتاكل علف ما فيهوش نسبه الغذاء اللي متوفر للام، طبعا الام معاك مش هتدي نفس الرضاعه ديت. طب لو العلف بتاعها مظبوط والام دي بالذات مش جايبه معاها نفس، في حاجه زي مثلا كالسيوم كربوماج. كربوماج دي بتدي 3 سم للام اللي هي ما بترضعش ولبنها خفيف، بتدي لها 3 سم عشان تبدا تملى لبن من اول وجديد. طبعا السؤال الثاني، ايه اللي بيتم بعد اما الام تولد على خير وبتظبط دنيتها وولدت خلاص سكن الاطفال وعملنا اللي عملناه ووريتكم فيديوهات كتير؟ طبعا في ناس بتقول لي انا بدي مضاد حيوي في يوم وبدي اللي هو الفيتامين في يوم، يعني كل يوم حقنه من شكل عشان الام. انا ما بنصحش يا جماعه ان المضاد الحيوي يتاخد بعد الولاده نهائي. بعد الولاده مباشره اللي هيدي مضاد حيوي يبقى خسر الاطفال بولاد الام. ليه؟ الام طالعه من هلك ولاده تدخلها تاني في حقن مضاد حيوي، لان المضاد الحيوي جديد. طبعا الام هتمنع معاك اكل على طول، تيجي ترضع مش هتلاقي رضاعه، تدخل الام ترضع وتخرج مفيش رضاعه، ما عشان انت مديها مضاد حيوي بعد الولاده. طبعا انت عايز تمشي بالبرنامج ده مفيش اي مشكله، ادي مضاد حيوي بعد الولاده بيوم. يعني هي ولدت النهارده تاني يوم تلاقيها واكله كويس، ادي لها سنت مضاد حيوي. انا عموما بقى نتكلم عن نفسي انا، طبعا انا ما بديش في الولاده اي حاجه خالص غير الايفوماج اللي هو الافريمكتين او نصر مكتين. دي طبعا اللي بديه بعد الولاده بيومين 3 كده، بدي للام سنتي او نص سنتي وقايه للجرب. اهوت يا جماعه. طبعا اهو الام والده بقالها 3 ايام واكله ومتغذيه والدنيا حلوه، ببدا ادي لها سنتي. ده اللي بديه بعد الولاده. طبعا يا جماعه هو دي اللي بديه بعد الولاده. المضاد الحيوي ما بديهوش غير اما يكون عندي في حاله الام والده بمشكله او الام والده الطلق. لو الام والده عندي الطلق لازم أنا استخدم المضاد الحيوي، مش مع ان انا اديه على طول اللي هو بعد الولاده، لا استنى تاني يوم الام تتغذى كويس وترضع وتخرج ابدا ادي مضاد حيوي. بس الاغلبيه واكتر حاجه نديها بعد الولاده الايفوماج نص سنتي، لو حتى لو الام ما عندهاش جرب ادي وقايه نص سنتي عشان خاطر برضو ايه مشاكل الجرب. طيب الامهات، في امهات قبل الولاده بيومين ما بتمنع اكل، وفي ام قبل الولاده باسبوع بتمنع اكل. ما انتوا عارفين الام ما تكون داخله على مجهود الام بتقطع معاك اكل يومين 3، هي بتاكل بس بتاكل على قد. بعد ما تولد بقى بيومين بتلاقي الام كانت معاك ورجعت لحالتها الطبيعيه. وان شاء الله يا ريت يكون الفيديو خفيف عليكم. ودي سؤالين بتوع حلقتنا النهارده، واحد عايز يعرف كل ام بتاكل كام عرفناه، وطبعا في حاجه كمان الام اللي معاها خلفه ديت اللي هي قربت تتفطم من عمر 25 يوم، الام دي يا جماعه بتاكل لها نص كيلو علف، نص كيلو علف يومي. الام ديت نص كيلو علف، سواء بقى انت بتاكل طقتين او طقه، يعني بكلمك دلوقتي عن طقه بس في اليوم. وطبعا يا ريت يكون الفيديو خفيف عليكم، وان شاء الله يا جماعه في اسئله كتير برضه عايزه نتكلم عليها، وان شاء الله استنونا في الفيديو الجاي، وما تنسوش اللايك على الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.